ان شاء الله النهارده هنعمل كرات الكنافه. كل سنه وانتم طيبين، اللهم بلغنا رمضان بطريقه حلوه جدا، يا رب تعجبكم. اول حاجه هنجهزها وهي الحشوه. انا عندي هنا مكسرات او عندك سوداني، عندك اي حاجه ضيفيها، بس لازم تكون متحمصه كويس قوي. هنزل عليهم بمعلقه كبيره من العسل وهقلبها كويس جدا. العسل هنا بيعمل على تماسك الحشوه، ما تخليهاش ان هي تقع وتغلبني اثناء التشكيل بالشكل ده. عندي نص كيلو من الكنافة. طبعا احنا عارفين ان الكنافة بندخلها الفريزر، واول ما بتطلع بنفركها كويس جدا كده، بتكون ناعمة عشان تساعدني على التحمير بسرعة. هجيب معلقتين كبار من السمنة وسخنهم كويس جدا، او الزبدة حسب ما انت عايزة، وهنزل عليهم على طول بالكنافة. الخطوة دي بتعمل على تحمير الكنافة بسرعة، وهقلبها كويس جدا، وايدي ما تشيلش من على الكنافة زيها زي الشعرية بالظبط. واتاكد ان الجوانب طبعا بتحمر بسرعه عن الوسط، يبقى لازم اقلبها كويس جدا كلها كده بالشكل ده لغايه ما تديني اللون الذهبي الحلو ده. انا كده هطفي عليها بالشكل دوت. انا عشان هنا بس معلقتين كبار عشان هشكل بيهم كرات الكنافه كده على جنب. طبعا هي لسه سخنه الكنافه. هنزل عليها بحليب محلى مكثف. الحليب المكثف ده انا عاملاه في البيت، ده حليب طبيعي مش لبن باودر ولا حاجه، وهسيب لكم طريقته في صندوق الوصف. طبعا الكنافه لازم تكون سخنه بالشكل ده، انزل عليها على طول. لو ما عندكيش حليب مكثف ممكن تستخدمي الشيره او الشربات، مفيش اي مشكله. وكل ما هي تعوز انا بديها الشربات بتاعها او الحليب كده بالشكل دوت لغايه ما تشرب معايا وتبقى ناعمه جدا. طبعا هي لسه سخنه، وما اجي اضغط عليها الاقيها كده بصوا طريه وشكلت معايا. انا هستخدم هنا طبعا المعلقه المعياريه عشان اشكل الكرات. لو عندك ما عندكيش ممكن تشكليها بايديكي عادي، بس انا حليتها هنا عشان تاخد كلها شكل واحد وحجم واحد. هضغط كده واحط الحشوه في النص كده، واخد الجزء التاني اضغط عليه من فوق. طبعا هي طريه جدا، وفي نفس الوقت لازم سرعي ايديكي، ما تطوليش قوي في الحشوه علشان ما تنشفش معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هعمل لكم كمان واحده. هي جميله جدا وشكلها حلو قوي، وما خدتش معانا وقت ولا حاجه خالص. هشكل بقى الباقي وهوريه لكم بالشكل دوت. كده اصبحت معايا جاهزه. شايفين جمالها حلوه جدا، وفي نفس الوقت متماسكه بصوا، ومقرمشه ومن جوه طريه. عايزين تسيبوها كده على وضعها دوت وشكلها كده ممكن تاكلوها كده حلوه جدا، بس انا حبيت ازينها بشوكولاته غامقه وشوكولاته بيضه. سيحتها على حمام مائي، وضفت عليها معلقه كبيره من الزيت، اللمعه الحلوه ديت، وهصفيها كويس جدا كده. هنا الشوكولاته، هنا عملنا ميكس حلو قوي بين الشوكولاته والكنافه والمكسرات. حلوه جدا هتعجبكم قوي. وهصفيها كده كويس قوي كده بالشكل دوت. ولو مش عايزين تزينوها بالشوكولاته ممكن تاكلوها كده حلوه برضو. هعمل لكم برضو واحده بيضه برضو عشان تشوفوها. هنا اثناء التصوير كنافه اللي هي الكنافه اللي انا حمصتها طبعا ما صورتش معايا. انا باخد واحده من الكنافه وبعمل لها زي مسحه بسيطه جدا جدا من الشوكولاته البيضاء، واغطسها في الكنافه عشان تديني شكل القرمشه اللي من فوق ده حلو قوي. هوريها لكم دلوقتي اثناء التزيين بالشكل ده. طبعا ايديكم لازم تكون سريعه علشان الشوكولاته تنشف، وبقت بالشكل الجميل دوت. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. حبيت ان انا اقطع لكم واحده. بصوا حلوه قوي، الحشوه كلها جوه شايفينها، شكلها جميل، والحشوه زهره وشكلها جميل جدا. وبالهنا والشفا.